لو بتدخل التويلت كل يوم وبتحس انك ما افرغتش كل الفضلات اللي موجودة في جسمك بالكامل، او انك مش عارف تفرغها اصلا، وده عامل لك مشكلة وعندك امساك مش بيتحل غير بالملينات، الفيديو ده عشانك. صباح الخير. انا جالي سؤال الامساك ده كتير جدا وطلب مني ان انا اتكلم فيه. الامساك مشكلته انه بيتشخص او بيتعالج غلط. في 3 انواع من الامساك. النوع الاولاني بطء حركة القولون. يعني ايه؟ يعني القولون حركته قليلة. تاني حاجة ضعف عضلة الإخراج، اللي هو أنا بحس إن أنا عايز أعمل تويلت بس أنا لما دخلت التويلت ما عملتش. تالت حاجة الاعتياد على الملينات، إن أنا أول ما بيجيلي إمساك باخد ملين، وهنا أنا بعالج العرض مش بعالج المرض، فبيفضل المشكلة تتفاقم معايا. طب أنا أعرف التشخيص ده إزاي؟ حضرتك هتسأل نفسك 3 أسئلة. هل بتاخد ملينات من 2 ل3 في الأسبوع أو أكتر من 3 مرات؟ هل بتحس إنك محتاج تضغط جامد علشان خاطر تخلص جسمك من كل الفضلات اللي موجودة فيه؟ هل دايما عندك إحساس إنك ما فرغتش للآخر؟ لو في 2 منهم إجابتهم بنعم، هنا الإمساك وظيفي. طب أنا في الحالة دي هتعامل إزاي؟ أول حاجة باخد معلقة زيت زيتون على ريق الصبح، دي بتسهل عملية الإخراج جدا بالنسبة لي. تاني حاجة بنبتدي نعيد تدريب الأمعاء والقولون من أول وجديد. إزاي؟ كل يوم بعد الفطار بدخل أقعد على التويلت من 5 ل7 دقايق بس، حتى لو مفيش رغبة للحمام. هنا أنا برجع بظبط الساعة البيولوجية بتاعة القولون من أول وجديد. لا بستخدم شطاف ولا بقعد أكتر من 7 دقايق. تالت حاجة، لما تبقى حضرتك قاعد على التويلت برفع رجليا على كرسي صغير بحيث ان مستوى الركبة يبقى اعلى من مستوى الحوض، وهنا انا بظبط الزاوية الاخراجية بتاعة القولون، فبساعده على انه يقوم بعملية تفريغ كاملة. بنجرب ال3 حاجات دول من اسبوع ل10 ايام، وببتدي اشوف نفسي ومدى التحسن اللي بيحصل لي معاهم. طب هل انا هقعد 10 ايام عندي امساك لحد القولون ما يتصلح؟ لا، باخد بالليل لاكتيولوز، يا اسمه لاكتيولوز يا دوفلاك او سيدالاك، دي الاسماء التجاريه بتاعته اللي موجوده حاليا. اللي متوفر منهم دلوقتي السيدالاك والدوفلاك. باخد معلقه كبيره قبل النوم، وده بيساعدني على ان انا اعمل تويلت، وبيحل مشكلة الامساك حل مؤقت من غير ما يشتغل على الاعصاب بتاعة القولون. فهو مش بيفاقم المشكلة عندي، هو بيساعدني على افراغ الفضلات مؤقتا لحد ما القولون يتم اعادة تدريبه. بعد ال10 ايام دول بدأت الدنيا تنتظم معاك اوكي، ما بدأتش ببتدي ازود حاجتين تانيين. ايه هما الحاجتين دول؟ يا باخد فوار ابيماج كيسين بالليل قبل النوم، يا باخد مغنيسيوم بلس، دي اقراص موجودة في الصيدلية، قرصين قبل النوم. الاتنين موجودين، الاتنين رجعوا توفروا تاني. اللي تلاقيه منهم كويس، يا قرصين مغنيسيوم بلس يا كيسين فوار ابيماج قبل النوم. باخد بعد العشاء كوباية زبادي بنص ليمونة علشان أظبط البروبايوتكس بتاعة المعدة وابتدي أحسن عملية الهضم، فبالتالي عملية الإخراج تنتظم. برضو بدي لنفسي فرصة قد إيه؟ بدي لنفسي فرصة من أسبوع ل10 أيام. هتلاقي نفسك عملية الإخراج بدأت تنتظم مع حضرتك مع الوقت، علشان خاطر نقدر ان احنا نتلافى فكرة ان احنا ناخد ملينات ونرجع ندرب القولون تاني على ان هو يقوم بعملية تفريغ كامل من غير الحاجة لملينات. هنجرب ال3 الاولانيين مع بعض من اسبوع ل10 ايام. لو حسينا ان التحسن مش كامل هناخد ال2 التانيين ونبتدي نضيفهم على ال3 ونجرب مع بعض. لو حسيت انك استفدت من الفيديو ده او قالك معلومة جديدة عليك، اعمل لي كومنت قول لي ايه اكتر حاجة استفدت منها، او ايه انك هتجرب احب اعرف تجربتك، احب اعرف لما عملت التجربة ايه النتيجة اللي وصلت لها. لايك للفيديو، شير علشان خاطر تساعدني في رسالتي اني اقدر اعمل توعية صحية وان المعلومات دي توصل لاكتر كم من الناس محتاجها. النهاردة يوم حلو، النهاردة يوم جميل،
كل مرة وحضراتكم طيبين، كل مرة وحضراتكم صحتكم كويسة، كل مرة واحنا قادرين نتعامل مع جسمنا بصحة وبذكاء من غير ما نحتاج أي أدوية أو أي حاجة، وقادرين نتعامل بعافية. سلام.